يلا بينا نبدأ رحلتنا ونحكي الحكاية. وحكايتنا النهاردة ورحلتنا من جوه قلعة صلاح الدين الأيوبي. يا ترى حد فينا فكر ايه هي أهمية القلعة؟ ولا بنعدي من جنبها كده وخلاص؟ ولا احنا كنا بنذاكرها بس كده في كتب التاريخ؟ النهاردة هحكي لكم حكاية قلعة صلاح الدين الأيوبي، مش زي درس التاريخ، لأ، هنحكيها زي ما حصلت بصوت مصر. والحدوتة بتاعتنا هتبدأ من القرن ال12 لما حكم مصر قائد عظيم اسمه صلاح الدين الأيوبي. حب مصر وقرر انه يحميها بعيونه قبل سيفه، ولأن مصر كانت مهددة بهجمات الصليبيين من الغرب وكمان هجمات التتار من الشرق، أدرك صلاح الدين الأيوبي النقطة دي جدا، فقرر إنه يبني قلعة فوق أعلى جبل المقطم، أعلى نقطة في مصر، علشان يشوف منها القاهرة كلها من فوق، فالعدو بكده مستحيل إنه يفاجئه. وبدأ صلاح الدين في بناء القلعة سنة 1176 ميلادية، ولكن للأسف بيموت صلاح الدين قبل ما يكمل بنى القلعة، وبيستكمل بناها من بعده السلطان الكامل، وكمان خلاها مقر للحكم في مصر. شوفوا معايا جمال المشهد، كل معالم مصر من أعلى نقطة فوق، أهرامات الجيزة وبرج القاهرة ومعالم كتير، وده بالظبط كان الهدف، إنك تكون شايف العدو قبل ما يوصل. وأصبحت القلعة حصن قوي لمصر، مش بس كده، دي بقت كمان مقر الحكم، يعني اللي بيمسك الحكم بيعيش فيها، واللي كان بيعارض كمان كان بيتسجن فيها، عشان فيها سجن القلعة، وده كان من أشهر السجون المصرية وأقدمها، واتسجن فيه زعماء وسياسيين كبار زي حسن البنا وعبد المنعم أبو الفتوح والشاعر أحمد فؤاد نجم والزعيم أنور السادات الله يرحمه. مذبحة القلعة، ودي من أشهر قصص القلعة، وتصنفت إنها من أبشع المذابح الإنسانية، بس هي الأروع سياسيا. خلونا أحكي لكم إزاي. الحكاية بدأت لما محمد علي باشا حكم مصر. كان عنده حلم كبير، مش إنه بس يحمي مصر، لأ، لكن كمان كان بيحلم إنه يبني دولة جديدة ويبدأ يعمل توسعات حلوة كتيرة لمصر. لكن كان في خطر واحد بس بيمنعه وبيهدده من ده، وهم المماليك. والمماليك كانت فرقة عسكرية سيطرت على مصر لسنين طويلة جدا، كانوا طمعانين في الحكم، وكانوا عايزين يسيطروا على مصر بالقوة وعلى حكم محمد علي. ولأن محمد علي باشا كان حاكم ذكي، فقرر إنه يتخلص منهم كلهم مرة واحدة، وفعلا عزمهم كلهم على حفلة جوه القلعة، وكان عدد المماليك اللي راحوا وقتها 470 مملوك. وبمجرد وصولهم القلعة وأول ما طلعوا الممر الضيق اتقفلت عليهم الأبواب، وبدأ الضرب، صوت الرصاص وصرخات الخيول اللي كانت بتتزحلق في الدم، والقلعة بتسجل لحظة نهاية عصر كامل من الظلم وبداية عصر جديد، وهو عصر محمد علي باشا. بعد ما عرفنا الحكاية، يلا بينا ندخل جوه القلعة ونشوف هنشوف جواها ايه النهاردة. هتشوفوا كل معالم مصر السياحية من أعلى نقطة فوق، الأهرامات وبرج القاهرة، المشهد بحقيقي من فوق قمة في الجمال. هنشوف كمان مسجد محمد علي اللي يعتبر تحفة معمارية عثمانية، واللي هيشدك بجمال تفاصيله من أول ما تدخل ومن أول دقيقة. الناس هناك كانت مبهورة بالمكان، المسجد مبهر بكل تفاصيله. هنشوف كمان المتحف الحربي ومتحف الشرطة اللي فيه تاريخ طويل من الجرائم والأسلحة من أيام الفراعنة لحد النهاردة، تاريخ مصر الأمني كله، وصور لأشهر المجرمين قدام الكاميرا. كمان هنشوف مسجد من أقدم المساجد اللي جوه القلعة، واللي ناس كتير ما تعرفش إنه موجود جوه القلعة، وهو مسجد الناصر محمد بن قلاؤون. وكمان موجود مسجد سليمان باشا الخادم،
وده كان أول مسجد يتبني على التراث العثماني في مصر سنة 1528 ميلاديا. كمان هنشوف سجن القلعة واللي تقريبا كان شغال لحد أوائل التسعينات. وكمان هنشوف قصر الجوهرة، القصر اللي أهداه محمد علي لزوجته، واتفرجوا بقى على بريق الملكية والزخارف والذهب بكل تفاصيل. القلعة بالليل وهي منورة تحفة فنية وبتبان من أي مكان في القاهرة. القلعة دلوقتي بقت من أهم المعالم السياحية في مصر، وبيتعمل فيها حفلات لألمع النجوم. القلعة مكان يتحب مش يتزار بس، لأنها كانت هيبة وكرامة وطن. ولسه مصر ما قالتش كل أسرارها. استنونا على طعمها إيه في جولات جاية كتير هنعيشها سوا ونعرف ليه مصر كانت وهتفضل أم الدنيا.